حياتنا أخذت حيز شوي يعني نوعا ما منعرج من الحزن خلينا نقول عنه، ولكن الأفراح في عدن مختلفة، وضعية الفرح في عدن لها طابع خاص، ويمكن في ناس استغلوا أيضا خليجي 20 بأن تكون أفراحهم مختلفة وأعراسهم مختلفة. أنا عندي الجندي المقاتل دائما منذر المزكي وجمال الراشدي اتجهوا وقطعوا أميال طويلة وكيلومترات طويلة للذهاب إلى منطقة يافع، حيث يقام عرس شعبي يعني ويعكس الصورة أو التقاليد يعني التقاليد العدنية، التقاليد اليمنية. فكنا حريصين أن احنا نتواجد منهم، بما أن يمكن هذا العرس يوشك على الانتهاء، لكن الأعراس والأفراح لا زالت تستمر في عدن. دعونا نذهب إلى منذر ونشوف قصته مع هذا العرس، وقام يطلق نيران بعد في الأعراس. خلونا نشوف منذر ونرجع. لكل مجتمع عاداته وتقاليده في طقوس الزواج، وأنني في هذه اللحظات أحط في يافع، هذه المدينة التي تبعد 4 ساعات عن عدن، والتي تتميز بجبالها الشاهقة، أتعرف على عادات وطقوس أهلها بالزواج. دعونا نتابع. يا عمر قلبي يا زين سالتني من حال عيانا، يا مركب الهند يا ابو دقلين، يا ليتني كنت ربانك بعبر بك البر والبحرين، بوقف المال في خانك بنقسم الفايدة نصفين. مراحل الزواج في يافع تبدأ في الليلة السابقة للزواج، يسمى ليلة الحنة، تتم في بيت العريس اللي يسمى الحريو في يافع، وبيت العروسة اللي تسمى الحريوة. ثم في اليوم الثاني يحضر الرجال يسموهم الشواعة، ينطلقوا من موكب من بيت العريس باتجاه بيت العروسة للحريوة، مرددين زوامل تسمى في يافع أحازيق شعرية يرددها الرجال. ويأتي برضه أهل العروسة اللي الحريوة في يافع تسمى زامل للاستقبال أيضا، يلتقي الجمعان قريب بيت العروسة، يتم الترحيب. جانا بشرع الله وعادات النسب، جانا نطبق سنة الله والرسول. مشاهدينا الكرام، واضح ان ايضا الفئتين التقوا وحاليا بالاتجاه الى بيت العروس. الله يعين المعرس، ما شاء الله دورة اغرار مو بعرس. عموما هي عادات وتقاليد ولا احلى من كذي. نتابع. طيب مشاهدينا الكرام حاليا ايضا احتفالات كبيره وعادات وتقاليد رائعه بالتاكيد. هني عيشه التقى الشملين وزواج ميمون. الحين في الظاهر في كلام. طيب
تفضلوا. السلام عليكم. انا بدي تحيه وسلام تقدير واحترام وكل شيء على ما يرام، لا مشاكل ولا خصام. نعرف الحلال والحرام يا اخواني الكرام، بنعيش في ظلام بنطالب بالاقتصاد وشوف شلة النظام كلها حقد وانتقام، لا لام فيها ولا ملام. كان على سنة الله والرسول حسب الشرع والاصول، بالوثائق بالسجون لقم فولا فضول، وخذنا سبولها من السبول، والدنيا طبيعي عقول وانت قلنا وش هتقول. وخبرك وصل ونقول اهلا وسهلا بالاخوان الكرام. عدد ما تخالفه الليالي والايام وما اشرقه الشمس من بعد الظلام. ياخذوا العروسه وتاتي مرافقه مع بعض اهلها وثنتين من النساء تسمى المسايرات، ثم ياخذوها الى بيت العروس تحت اصوات الطبول والزوامل، ويتغدوا الناس ويستمروا في المغيل الى اليوم الثاني. يصبح برضه يوم البراك يسموه. يوم البراك يأتوا أهل العروسة كلهم إلى لزيارة بنتهم، ويحصل أيضا حفل تأتي النساء للمباركة والحفل الخاص بالنساء في اليوم الثاني، والرجال يكونوا في المغيل وهكذا. وبعدين بعد انتهاء يوم البراك في اليوم الثاني أو الثالث تذهب العروسة مع عريسها إلى بيت أهلها لزيارة أهلها، يسمى هذا صفاح العمة. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا التقرير الجميل اللي يبين أصالة أهل هذا البلد، أهل يافع الحقيقة، ألتقي في أيضا والد المعرس. نقول لك أول شيء مبروك، نحن حبينا نشارككم اليوم فرحتكم ونرصد أيضا عاداتكم وتقاليدكم. اكتشفنا معدن أصيل جدا بالعادات والتقاليد وطقوس جدا جدا جميلة. شو تقدر تقول بمناسبة هذا اليوم؟ نقول بهذه المناسبة أولا إننا نحييكم جميعا ونعتز فيك في حضورك اليوم هذا إلى عندنا. الله يخليك. ونحن وباسم الحاضرين جميعا اننا نعتبرك انك سفير مجلس التعاون لدى ابن هذه المنطقة. الله يخليك. آخر كلمة مشاهدينا الكرام راح ناخذها من المعرس. أول شيء أقول لك مبروك، زواج هني إن شاء الله يا رب العالمين، منك المال ومن هالعيال، وإن شاء الله بكرك ولد يلعب مهاجم في منتخب اليمني. شو تقدر تقول؟ شو تقولنا بهذه المناسبة للكاميرا؟ قول مشكورين على حضوركم وعلى مساندتكم لنا العرس يا مرحبا يا ضيف واصل من دبي. وزن الجبال العالية وشعابها. يا سلام يا سلام. طيب مشاهدينا الكرام، لقناة دبي الرياضية، هذا منذر المزكي من مدينة يافع اليمن.